السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من عند فراخنا يا جماعة. النهارده اليوم اللي 32. اللهم بارك يا رب. النوع رزق، طبعا مناعة عالية، تحويل عالي، تربية بيتي بالخلطات الطبيعية وبالأعشاب وببدائل العلف. طبعا انتوا عارفين بقى ان الجو بدأ يبقى نار وحر، فاحنا ناخد بالنا ان احنا نعلب فراخنا علفتين 2 في اليوم، واحدة الصبح وواحدة اخر اليوم. يعني كل ما نتأخر يكون احسن، لان معظم الفراخ ما بتاكلش بقى دلوقتي الا الصبحية بدري وبالليل، يعني بعد العصر الساعة 5 قرب المغرب مش مشكلة. وما ننساش يا معلقة خل في المية يا توم وليمون في المية، حلو جدا، بيقضي على العدوى وبيقضي على الفيروسات. وكمان نطهر المكان برشة زيت خفيفة يوم ويوم او يوميا، ومعلقتين ملح برضو رشة خفيفة كده علشان الامونيا اللي موجودة في السبلة بتاعتهم ما تطلعش تأثر على الجهاز التنفسي بتاعهم وعلى عينيهم. فخدي بالك من كام حاجة بسيطة كده على ما دورة الفراخ تعدي على خير ان شاء الله. فطبعا النهارده بقى انا جايبه لكم خلطة حلوة قوي 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 طبيعية هترفع الوزن جدا. لو عندك فرخ ضعيف، فرخ حجمه صغير، فرخ ما بيشيلش وزن، ان شاء الله هتعملها له هيكبر معاك وهيشيل وزن حلو جدا. وطبعا مش مكلفه كالعاده ورخيصه، وافضل كتير 100 مره من الهرمونات او الفيتامينات اللي احنا ممكن نشتريها له. فتحضريها معانا هنحضرها مع بعض ان شاء الله. بسيطه جدا بس بترفع الوزن بطريقه مهوله، ما فيش اي مشكله خالص. لو عندك مثلا فرخ سردة، فرخ وزنه ضعيف، فرخ مثلا عنده مشكله في الهضم، ان شاء الله هتحسن الهضم عنده وهترفع الوزن. بس دايما رشه الجير باستمرار، رشه الملح باستمرار، علشان نحافظ على فراخنا من اي فيروس او اي ميكروب منتشر في الجو الايام دي. ما شاء الله ما شاء الله نعرس اهو يا جماعه، ما شاء الله. انا عندي الاوزان ما شاء الله خلاص. لو انا عايزه اذبح اهو، انا هقرب لكم اهو، ما شاء الله الاوزان فوق 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 الممتازه. 2.5 اهو كمان ان شاء الله. على قرب ما اجي اذبح هجيب الميزان واوزن لكم. طبعا كالعاده احنا بنربي من اول يوم مع بعض بالخلطات الطبيعيه وبالاعشاب، ومن يوم ال20 بعيد تاني عشان الناس سالتني كتير على السؤال ده. من يوم ال20 ببتدي انزل بدائل العلف. ايه هي بدائل العلف اللي بتنفع للفراخ؟ العيش الناشف، الذره، الدشيشه اللي بيقولوا عليها دشيشه، في ناس بيقولوا عليها ذره وناس دشيشه، وحته الفول الابيض الناعم، والقمح، والرز المطبوخ. ممكن تبقى بطاطا مبشوره او مسلوقه، او بطاطس مبشوره ناعم او مسلوقه برضو. يعني لو عودتي فراخك عليها وحطيتها لهم حلوه جدا، لان فيها نسبه النشويات عاليه وبتساعد على التسمين وبتوفر في استهلاك العلف. وقبل اي حاجه خالص بتحل طعم الفراخ. احنا عاوزين ناكل فراخ طعمها حلو، فراخ طعمها زي البلدي، وكمان من غير اي ادويه او اي حاجه. طبعا مفيش احلى من التربيه بالاعشاب وبالخلطات الطبيعيه وبدائل العلف، بتخلي طعم الفراخ كانها زي البلدي. فصلوا بنا على النبي وادعي مني بالله الحلو بتاعك، واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. وتعالي بقى نحضر خلطه حلوه جدا جدا هترفع الوزن معاكي. يعني النهارده اليوم ال 32، يعني لو استخدمتيها يوم ويوم لغايه اليوم ال 40، لو هتذبحي على اليوم ال 40 هتنقل الفراخ بتاعتك نقله جامده جدا. يعني ممكن الفرخ يشيل له حوالي ربع كيلو في اليوم. نحضر خلطة النهارده. خلطة النهارده حلوة جدا. يعني لو عندك فرخ ضعيف، فرخ وزنه ضعيف، ان شاء الله هيظبط معاكي والوزن بتاعه هيجي معاكي. معانا كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو علفة. طبعا انت عارفة مقدار فراخك بتاكل قد ايه في الوجبة. هنزل عليهم طبعا كالعادة بحوالي نص كيلو عيش مدشوش. وبكرر تاني العيش يكون ناشف، ما يكونش مبلول. المبلول بيربي ديدان وبيعمل اسهالات. معانا بقى مكون حلو قوي قوي بينشر البكتيريا النافعه وبيرفع الوزن، خميره بيض. ده كده الحبه دول يعني انا جايباه صابع بيتباع كده عندنا في المحلات.
الحبه دول حلوين قوي على 2 كيلو. هنخلطهم مع بعض كده ومكون حلو قوي. كمان اللي هو العسل الاسمر هنحط معلقتين وهنخلطهم كلهم مع بعض. خلطه حلوه جدا لزياده الوزن وعلاج ضعف الاوزان عندنا. ما شاء الله احنا فراخنا دلوقتي النهارده اليوم ال 32، اللهم بارك يا رب، اوزانهم حلوه جدا، بس احنا عاوزين كمان نرفع الوزن كمان وكمان. حلوه قوي قوي قوي. لو عندك بقى بعد فرخ ضعيف، فرخ وزنه ضعيف كده، فان شاء الله هيظبطوا معاكي ووزنهم هيظبط معاكي. خميره فوريه، خميره بيره اللي متوفر عندك برده ما تقطعش. انا كنت بقى عامله كوبايه لبن رايب وناويه اخدها اخلطها على العلف ده، نزلت من ايدي اتكسرت 60 حته، طبعا ما عرفتش اجمعها. فانت لو عندك علبه زبادي حطي، عندك معلقتين لبن رايب حطي. هي الوصفه دي حلوه قوي كمان بالزبادي واللبن الرايب. ما عندكيش استكفي بقى زي كده، فقدر الله ما شاء فعل. انا كنت والله محضره كوبايه صغيره كده من اللبن الرايب ناويه احطيه فاتكسر. طبعا كل الزبادي اللي فيها نزل على الارض، فما ينفعش بقى احطه. انا بقول يا رب استر على فراخي من اي تعب، ما اعرفش الم حاجه من على الارض واحطها لهم تاني، وكان فيها يمكن يبقى فيها ازاز او اي حاجه. فلو عندك زبادي حطي، لبن رايب حطي مع الخميره ديت. يعني ال 50 جرام من الخميره بيتحط على 5 كيلو علفه. انا معايا حوالي يعني كانوا 20 جرام 25 جرام، دول اكتر من 2 كيلو علفه، على معلقتين كبار من العسل وخلطه حلوه قوي. وهنقلل من هنا وجاي من استخدام البصل علشان طعم الفراخ يبقى حلو، لاننا احنا قربنا نذبح. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الخلطه دي بجد بجد استخدميها لفراخك يوم ويوم من هنا لغايه ما تيجي تذبحي، حلوه جدا جدا مع الاضافات اللي انت عاوزه تحطيها. يعني عاوزه تشيلي العيش وتحطي بدائل علف تانية، عاوزه تحطي قمح، عاوزه تحطي ذره، عاوزه تحطي حته فول، عاوزه تحطي رز مطبوخ، عاوزه تحطي بطاطا مبشوره، عاوزه تحطي بطاطس مبشوره، اللي يريحك يعني. بس العيش ناشف مش مبلول، تلقيه بقى شويه كده وتنعميه على قد ما تقدري وتحطيه لفراخك علشان ما يعملش في بطنهم اسهالات وديدان. العيش المبلول يا جماعه يعني من اسوأ انواع الخلطات اللي ممكن تحطها للعلف سواء بط او فراخ. دايما عودي نفسك ان انت تحطي العيش ناشف للبط وللفراخ، حلو جدا بيزود الوزن وكمان ما يعملش زي ما قلت لكم اسهالات عند الفراخ. ما شاء الله ما شاء الله. هتعملي الخلطه دي زي ما قلت لك يعني يوم ويوم، حوالي 20 جرام او 25 جرام على 2 كيلو علفه مع معلقتين 3 عسل مع معلقتين 3 زبادي، هترفعي الوزن جدا. ولو اي فرخه عندك وزنه ضعيف ما جابش الوزن زي اخواته، ان شاء الله هيجيب وزن وهيعلى في الوزن معاك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني خلطه جميله جدا. انا عايزاكم بس تشوفوا الفراخ ما شاء الله، يعني اللهم بارك يا رب، حاجه زي الورده، هي زي الفل. شايفين الديك الجميل ده؟ اللهم بارك يا رب. طبعا مش هكرر عليكم العلف الصبح واخر النهار، يعني انا حطيت لهم العلفه دي حوالي 2 كيلو، هياكلوها ويفضلوا لما للساعه 6 للساعه 5 تبع ما اطلع اعلفهم تاني. بس الميه حذاري تقطعي الميه من قدامهم. الفراخ لو عطشت والميه اتقطعت من قدامها وجيتي حطيت لهم ميه هيشربوا ويموتوا منها. فدايما تراعي ان السقايه تفضل مليانه باستمرار، وتحاولي تحطي فيها ميه ساقعه، ما تكونش ميه من الخزان. انا عايزه ميه تكون بحراره المكان، ميه تحس انها بارده شويه. وفي ناس بتنزل بعد مكعب تلج فيه علشان يرطب على قلب الفرخه في الحر الشديد ده. وان شاء الله الفراخ معاكي هتبقى تظبط وتبقى حلوه جدا ووزنها هيظبط. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون لاعجابكم وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.